فيلمنا بيبدأ في مدرسة شاولين وبنشوف المعلم الكبير وونغ وهو واقف بيتفرج على الطلاب بتاعه وهم بيتدربوا. المعلم كان شكله صارم جدا وبيقول لمساعده: خلي بالك من الطلاب، عندي مشوار مهم ولازم أروح دلوقتي. والمساعد طبعا بينفذ أوامره فورا وبيكمل تدريب الطلاب على الكونغ فو. وهنا بنتعرف على واحد من الطلاب اسمه فاي وونغ، وده يبقى ابن المعلم نفسه. بس فاي كان مختلف شوية، شاب مشاغب دمه خفيف بس مليان مشاكل. وفي نص التدريب بدأ يتريق على المساعد قدام الكل، والطلاب طبعا كانوا بيضحكوا كأنها حفلة سخرية. المساعد اتنرفز وقال له: هو علشان انت ابن المعلم شايف نفسك ليك الحق تتريق عليا؟ ففاي رد عليه بسخرية وقال له: ما هو بصراحة يا عم طريقتك في التدريب غبية وانت شخص أغبى. وقبل ما المساعد يرد فاي راح ضربه قدام كل الطلاب. المساعد وقع على الأرض وبعدين قام وهو متعصب جدا وهاجمه، بس فاي كان ماهر في الكونغ فو وبيقدر يتغلب عليه بسهولة. وفوق ده كله بيكمل يستهزأ بيه قدام الطلاب. بعدها خرج فاي مع أصحابه الفاشلين وقعدوا في السوق ياكلوا، وهناك وقعت عينه على بنت جميلة اسمها لين. فاي ما كانش يعرف مين دي، بس قرر يوري نفسه قدام أصحابه وقال لهم: أنا هروح أكلمها دلوقتي. وفعلا راح لها وبدأ يلغيها بكلام خفيف كده. وبعد لحظات عمل حركة غريبة، رمى ثعبان على الأرض وبعدين عمل نفسه البطل اللي بينقذها. لكن المفاجأة أم لين ظهرت فجأة وبتشوفه فقامت وضربته قدام كل الناس. فاي اتنرفز جدا وشتمها هي وبنتها. بس المفاجأة الأكبر طلعت أم لين محترفة كونغ فو وبتقول له: أنا هعلمك درس عمرك ما هتنساه. وبالفعل دخلت معاه في قتال سريع وأظهرت مهارات كبيرة، كانت بتتحرك بخفة وقوة. وفاي اتفاجئ بيها جدا، حاول يهجم عليها أكتر من مرة لكن في كل مرة كانت بتضربه وبتوقعه بسهولة، حتى أصحابه خافوا يدخلوا يساعدوه. وفي الأخير فاي قرر يمشي بكرامته قبل ما الإهانة تكبر أكتر. وفي المشهد اللي بعده بنشوف شخص جديد اسمه جاري، ابن واحد من أغنى رجال البلد، ولد متغطرس شايف نفسه فوق الكل وبيستغل نفوذ أبوه علشان يعمل اللي هو عاوزه. جاري شاف بياع غلبان في السوق كان عارض حجر كريم للبيع، الطمع خلاه يروح للبياع ويحاول ياخده من غير ما يدفع فلوس. ولما البياع رفض جاري ضربه قدام الناس وبدأ يتبلطج عليه. في اللحظة دي فاي كان معدي وشاف المشهد، ومع إنه بتاع مشاكل بس عمره ما حب يشوف الغلبان بيتظلم، فراح تدخل وقال له: ادفع فلوس للراجل. جاري ما عجبوش الكلام ده وبدأت الخناقة بينهم. جاري كان قوي في الكونغ فو بس فاي كان أقوى وأسرع ومسكه وسحقه قدام الناس. وهنا بيضطر جيري يمسك سيف علشان يقدر يتغلب على فاي، بس رغم كده فاي قدر ينتصر عليه وخد السيف من إيده وحطه على رقبته. جيري استسلم فوراً وفاي مد إيده على جيبه وطلع الفلوس وأداها للبياع الغلبان. بعدها بنروح عند أم لين اللي كانت قاعدة مع المعلم وونغ في المدرسة، ومن كلامهم بنعرف إن أم لين تبقى أخت المعلم وونغ. في نفس الوقت فاي وصل للمدرسة ولما شاف أم لين قاعدة اتوتر جدا وكان ناوي يدخل أوضته على طول من غير ما حد يشوفه، لكن أبوه شافه وناداه وهو بيقول له: تعالى يا فاي سلم على عمتك. فاي اتصدم لما عرف إن الست اللي كان لسه بياكل منها ضرب في السوق طلعت عمته، ولما شافته افتكرته فوراً وقالت لأخوها وونغ إن فاي هو الصايع اللي عاكس بنتها وكمان حاول يضربها. المعلم وونغ أول ما سمع الكلام ده اتعصب جدا وراح ضارب ابنه وقعه على الأرض، وكان ناوي يكمل ضرب فيه. بس في اللحظة دي وصل واحد اسمه لي، وده يبقى أبو جيري اللي فاي كان ضربه في السوق. جيري كان في حالة صعبة جدا، رجله ودراعه مكسورين من القتال اللي حصل. ولي دخل وهو غاضب وقال: ابنك يا وونغ هاجم ابني وكسر عظامه وانا مش هسيب حقي. رجالة لي كانوا عايزين يهاجموا فاي ويضربوه، لكن عمته اتدخلت بسرعة وقالت: الموضوع ده مش هيتحل كده، لازم تكون في مباراة بين فاي وواحد من رجالة لي، وساعتها هتبقى مواجهة عادلة وكل طرف ياخد حقه. لي وافق فوراً واختار أمهر مقاتل عنده علشان يواجه فاي، وبدأت المباراة. المقاتل اللي اختاره لي كان قوي جدا بيسدد ضربات مؤلمة، وفاي كان بيقع كل شوية لكن كل مرة بيقوم تاني ومش عايز يستسلم. عمته كانت واقفة بتتابع القتال وبتديله نصايح وهو بيقاتل، وفاي بدأ يسمع كلامها واستخدم أسلوب معين في الكونغ فو، أسلوب صعب لكنه ذكي جدا. وفي النهاية قدر يتغلب على المقاتل القوي بتاع لي اتفاجئ بالنتيجة وساب المكان كله وراه. لكن رغم الفوز ده المعلم وونغ لسه كان متعصب من فاي وقال له بنبرة غضب: انت عملت لي مشاكل كتير النهاردة
مفيش أي انضباط فيك، وقرر يعاقبه بعقاب صعب جدا اسمه تدريب الحصان، وده عبارة عن وضعية تعذيب وفاي لازم يفضل ثابت فيها من غير ما يتحرك، وفي تحته شمعة لو حاول يريح نفسه لحظة واحدة الشمعة هتلسعه فوراً، والمساعد كان بيراقبه طول الوقت علشان يتأكد إنه مش هيغش، وكان شمتان فيه لأنه اتمسخر عليه قبل كده قدام الطلاب. بس ظهر صديقه جيمي وجاب له كرسي بسرعة وحطه تحته علشان يقعد عليه ويرتاح شوية، لكن الحظ كان ضد فاي، لأن في اللحظة دي بالظبط دخل أبوه وشافه وهو قاعد على الكرسي وصرخ فيه وقال له أنت مش هتتعلم إلا لما يجي عمك سوهاي بنفسه يدربك. وبكده وونغ لغى تدريب الحصان وعمل له تدريب أصعب بكتير، وفاي كان بيعاني فعلا، بس جيمي ظهر تاني وفك الحبل اللي كان مربوط بيه علشان يريحه، وجيمي سأله وهو مستغرب هو فعلا عمك سوهاي هيجي علشان يدربك؟ وفاي قال له للأسف. جيمي رد عليه وقال له دي مصيبة، انت مش سامع عن تدريبات عمك؟ ده بيتقال عنه انه قاسي جدا، وفي تدريب من تدريباته ممكن دراعك يتقطع. وبيكمل جيمي وبيقول له انا كنت اعرف طالب اتدرب عنده، ومن كتر قسوة التدريبات الولد بقى مشوه وشعره واسنانه وقعت. فاي اتخض من اللي سمعه وخاف جدا من عمه سوهاي، وجيمي نصحه انه يهرب بسرعة، وفعلا فاي قرر يهرب، وقبل ما يهرب دخل مطعم قريب لانه كان جعان جدا بعد كل اللي حصل، وشاف راجل غني قاعد لوحده فراح قعد وطلب تقريبا كل الاكل اللي في المطعم. الراجل الغني اتفاجئ من فاي وهو بياكل لانه كان بياكل بسرعة رهيبة كأنه ما شافش اكل من سنين، لانه طول اليوم كان بيتدرب تدريبات شاقة ومتعبة. وبعد ما خلص الاكل كله قرر يقوم ويمشي. النادل سأله عن حساب الاكل فقال له فاي ان الراجل الغني اللي قاعد هناك هو ابوه وهو اللي هيدفع الحساب، لكن النادل رد عليه وقال له الراجل اللي بتتكلم عليه ده هو صاحب المحل نفسه وانا ابنه ومش هتعرف تهرب من الحساب. وفجأة العمال اتلموا حوالين فاي، بس فاي قال لهم انا نسيت محفظتي هروح اجيبها وراجع. وقبل ما يحاول يهرب ظهر قدامه شخص عملاق اسمه غوريلا وقفل له الطريق ومنعه يهرب. العمال بدأوا يهجموا عليه وفاي حاول يتصدى ليهم كلهم، وفعلا قدر يوقعهم واحد ورا التاني، لكن لما اجى قدام غوريلا ما قدرش يعمل معاه حاجة. غوريلا كان ضخم جدا وضربه وكسر عليه المكان كله، وبعدها العمال نزلوا في فاي ضرب، لكن فجأة ظهر راجل عجوز ودافع عن فاي. الراجل العجوز ده كان عنده خفة حركة غريبة، بيضرب العمال واحد واحد وبيتنطط في المكان كأنه شاب صغير. في لحظات خلص عليهم كلهم بسهولة، وبعدها أخد فاي وخرجوا سوا من المطعم وراحوا مكان هادي علشان يستريحوا. فاي شكروا على المساعدة وسألوا عن اسمه، والراجل العجوز قال له أنا اسمي المعلم سوهاي. فاي هنا اتصدم لأنه فهم إن الراجل العجوز ده هو عمه اللي كان خايف منه وحاول يهرب منه بسرعة، لكن سوهاي كان عارف إنه هو فاي ومسكه قبل ما يهرب وقال له أبوك دفع لي فلوس علشان أدربك وأنا هعمل كده فعلا، وتدريبك هيستمر سنة كاملة. فاي حاول يضربه علشان يفلت منه، لكن سوهاي كان مقاتل ماهر جدا ومسكه وضربه وعلمه الأدب، وفاي استخدم كل حركات الكونغ فو اللي يعرفها، بس ما قدرش يقف قدام مهارة سوهاي لأنه كان من أمهر المقاتلين في الصين كلها، ومسح بكرامة فاي الأرض وقال له أنت هتتدرب يعني هتتدرب. وبعدها أخده على بيته علشان يبدأ التدريب فعلا، وقال له من النهاردة مفيش كلمة غير حاضر، ولو عصتني هعذبك. وتاني يوم بدأت التدريبات الحقيقية، تدريبات صعبة جدا، وفاي كان بيتعذب في كل ثانية وهو بيتدرب. وبعدين فاي بيفكر في خطة علشان يهرب. دخل جوه القارورة دي اللي مليانة مية وعمل نفسه بيغرق. في الأول سوهاي يفتكره بيهزر، بس بعد شوية حس إن الموضوع بجد فجري بسرعة علشان ينقذه. فاي استغل الفرصة ودخل سوهاي مكانه جوه القارورة وقفل عليه وطلع يجري من المكان بأقصى سرعته. فضل يجري لحد ما وصل لمكان بعيد علشان يستريح، بس فجأة ظهر له شخص خطير اسمه سندرليج. سندر قال له بغضب أنت بتعمل إيه هنا؟ ده بيتي، خد بعضك وامشي حالا. بس فاي ما كانش يعرف مين هو سندرليج ده لأنه كان قاتل مأجور وبيقتل مقابل الفلوس، ورفض يمشي وقال له مش همشي لحد ما هدومي تنشف. الكلام ده استفز سندر جدا وقال له أنا هعلمك الأدب بنفسي، وضربه ووقعه على النار. فاي حاول يرد عليه ويضربه لكنه اكتشف إنه سندر قوي جدا في الكونغ فو وبيستخدم أساليب نادرة محدش يعرفها. سندر كان بينزل فيه ضرب بعنف، وبعدين قال له أنت فاشل في الكونغ فو. فاي حاول يهجم عليه تاني علشان يثبت العكس، لكن سندر مسكه وسحقه وضربه بقسوة من غير أي رحمة. فاي كان ضعيف جدا قدامه، وسندر داس على وشه وهو بيقول له قدامك 20 سنة تدريب
التدريب علشان تعرف تهزمني، وخلاه يزحف تحت رجله وهو بيهينه. وبعدها مسك هدوم فاي وحرقها قدامه. فاي اتوجع من الإهانة وحس إنه اتكسر فعلا، وقرر إنه لازم يتدرب بجد علشان يرجع ينتقم من سندر. رجع عند سوهاي، وكان سوهاي وقتها قاعد متضايق من اللي عمله فيه. فاي حاول يصالحه وقال له كلام هادي، وأعطاه حاجة يشربها وقال له أنا آسف وعايز أرجع أتدرب معاك. وسوهاي سامحه في الآخر وبدأ معاه التدريبات من جديد. المرة دي فاي كان بيتدرب بجدية غير طبيعية، وسوهاي كان بيدربه بقوة حقيقية وبيعلمه أساليب الكونغ فو الأصيلة. ومع الوقت بدأ سوهاي يتعامل مع فاي كأنه ابنه واهتم بيه جدا. في تاني يوم تدريب خلاه يعمل تدريب قاسي جدا. التدريب ده كان صعب جدا ومتعب، ولما شاف فاي إن سوهاي نام قرر يغش وفك نفسه. وبعدها صحي سوهاي وقال له أنا خلصت التمرين ده. سوهاي فهم على طول إنه غش، وعلشان يعاقبه خلى التمرين أصعب. فاي اتضايق جدا بس اضطر يسمع الكلام. وبعدها سوهاي طلب منه تدريب جديد وقال له يكسر شوية جوز بإيده. فاي حاول بس ما قدرش، ورجع يحاول تاني وتالت، وبدأ يتمرن بقوة علشان يقوي عضلاته. ومع الوقت قدر فعلا يكسر الجوز بإيده، وعمل كده كذا مرة. وبعدين فاي قال لسوهاي أنا تعبت جدا من التدريب وعايز أرتاح. وسوهاي أخدوا ونزلوا المدينة عشان يغيروا جو. دخلوا على مجموعة ناس بتلعب مراهنات، وسوهاي حط فلوس وراهن في الألعاب. سوهاي كان شاطر جدا في الحاجات دي وكان بيكسب فلوس كتير. ظهر بلطجي اسمه ايرون ومش عاجبه إن سوهاي فضل يكسب، فقرر يتحدى المعلم. ايرون حرك اللعبة بسرعة وغش، لكن سوهاي كان مركز وفهم إنه حرامي وغشاش. ايرون عمل فوضى في المكان وسرق كل الفلوس وهرب. فاي تدخل وقال له رجع الفلوس اللي انت سرقتها. ايرون رد بوقاحة وقال له مش هرجع حاجة، لو عايز الفلوس تعال قتلني. ودخلوا الاتنين في قتال شرس. ايرون كان قوي وفاي ما كانش عارف يتصداله، والقتال طول جامد. في نص المعركة سوهاي ادى لفاي شاكوش. فاي مسك الشاكوش وخد منه مطرقة وضرب بيها ايرون ضربات قوية وورم له دماغه، وانتصر في القتال. بعدها رجعوا للتدريبات وفاي بقى مركز جدا في التمرين. وبعد شوية بنلاحظ ان ايد المعلم سوهاي بقت بترتعش لان المشروب اللي معاه خلص. بيدي لفاي شوية فلوس وقال له ينزل ويجيب له نبيذ من السوق. فاي نزل لكنه قعد في مطعم واكل، وصرف فلوس سوهاي على المأكل، وملى الزجاجة بتاعت سوهاي مية بدل من النبيذ. سوهاي كان قاعد على أعصابه ومستني النبيذ. فجأة دخل ايرون ومعاه أخوه الكبير بامبو، وإجوا عايزين ينتقموا من اللي ضرب ايرون. بامبو هجم على سوهاي بشراسة، وسوهاي ما قدرش يتصدى لأن النبيذ بتاعه مش معاه وقوته مش كاملة. بامبو مسك سوهاي وضربه ضرب مبرح. فاي لما وصل وشاف اللي بيحصل جري على سوهاي علشان يديله النبيذ بسرعة. سوهاي لما شرب الزجاجة عرف إنها مية، وبامبو هاجمه تاني وكان ناوي يخلص عليه. فاي دخل وساعده، وبعد شوية دخلوا عليه قتال هما الاتنين، ولكن بامبو كان قوي جدا. في النهاية الاتنين اضطروا يهربوا من بامبو بعد ما هزمهم. وبعد ساعات رجعوا البيت تاني، وفاي حس بندم شديد لأنه السبب في هزيمة سوهاي، وصرف الفلوس وما جابش النبيذ اللي طلبه، وقال دي أول مرة أنهزم فيها في حياتي علشان أنا بفقد قوتي من غير النبيذ. فاي قال له لو كنت دربتني وعلمتني أسلوبك في القتال كنت ههزم بامبو، بدل ما أنت بتعلمني تمارين ضغط وتمارين مملة. سوهاي ضحك وقال له أنا كنت بجهزك علشان تتعلم الأسلوب السري بتاعي، وهو أسلوب المعلم السكير. وبعدين سوهاي شرب نبيذ وبدأ يعلمه، والأسلوب ده بيعتمد على إن المقاتل يبقى سكران عشان يقدر يستخدمه صح. الأسلوب ده مليان أسرار وخدع، وأهمها إن الخصم يفتكر إنك ضعيف وهزمت، لكن أنت بتتظاهر بالضعف علشان تفاجئه وتنتصر. تاني يوم الصبح فاي صحي وابتدى يتدرب على أساليب المعلم السكير، وبيطبق كل التعليمات اللي خدها من سوهاي. لياقته البدنية اتحسنت جامد وبدأ ينفذ حركات جنونية وهو سكران. بعد كده بنروح لمدرسة المعلم وونغ، وأبو جيري لي بيجيله ويتكلم مع وونغ في موضوع مهم. لي كان عايز يشتري شوية أراضي من أهل القرية، لكن المعلم وونغ تدخل وقال لأهالي القرية ما يبيعوش أراضيهم ليه. لي استغرب وسأله ليه بتحرض الناس عليا؟ وونغ قال له أنا عارف نيتك كويس وإن الأرض دي تحتها ذهب، ومع كل ده عايز تشتريها منهم بسعر رخيص. لي اتصاب بالهزيمة والشعور بالإهانة ومشي هو ورجاله، وبعد كده بعت رسالة للقاتل المأجور سندر ليج وطلب منه يقتل المعلم وونغ مقابل فلوس كتير، وسندر ليج وافق على العرض. نرجع لفاي اللي بيرجع لمدرسة المعلم بامبو وبيشوف بامبو واقف وسط تلاميذه. فاي قرر ينتقم
انتقم وهاجم بامبو، وكان بيظهر مهارات قوية بعد ما اتعلم من سوهاي. بامبو معرفش إن فاي تعلم أسلوب المعلم السكير وتفوق عليه في القتال، وفي نص المعركة كان بيشرب نبيذ علشان يكون سكران أكتر. بامبو هاجم لكن فاي صد ضرباته وفضل يشرب لحد ما بقى سكران تماماً. بامبو شافه سكران فافتكر إن النصر هيبقى سهل وهاجم عليه تاني، لكنه مسكه ونزل فيه ضربات عنيفة وقدر يتغلب عليه بسهولة. وبعد ما انتقم، فاي أخذ برميلين نبيذ كبار من مدرسة بامبو ورجع بيهم للمعلم سوهاي كهدية. بس لما دخل البيت ما لقاش سوهاي، ولقى رسالة سابها له المعلم مكتوب فيها إن تدريبك انتهى، وإن سوهاي عمل اللي عليه وعلمه كل فنون القتال اللي هيحتاجها في حياته. المعلم طلب من فاي يرجع لأبوه ويكون ولد كويس، وقال له لو احتجتني هاجيلك في أي وقت. فاي اتضايق جدا لأنه تعلق بسوهاي وما كانش عايز يسيبه. نرجع لمدرسة المعلم وونغ. طالب بيجي ويقول له تعالى بسرعة، رجالة لي بيحفروا في أراضي الناس. وونغ يتحرك مع الطالب بس يكتشف إن الطالب ده كان عامل له فخ، ووقتها بيطلع سندرليج. وونغ قال له بكل تحدي وريني آخرك، وبدأ القتال بينهم. لكن سندرليج كان مسيطر تماماً، ووونغ بحكم سنه الكبير ما قدرش يجاريه في السرعة والقوة، فكان بيتلقى الضربات واحدة ورا التانية لحد ما وقع على الأرض، وسندرليج كان على وشك يقتله. في اللحظة دي بيظهر طالب مخلص من تلاميذ وونغ، وكان جايب معاه فاي علشان يلحق أبوه. فاي بيتصدم لما بيشوف أبوه في الحالة دي، وسندرليج بيبصله وبيقوله بكل غرور أنا هدفنك أنت وأبوك النهاردة. وساعتها بيظهر المعلم سوهاي في آخر لحظة وبيعطي النبيذ لفاي. فاي ياخد النبيذ ويشربه ويدخل القتال ضد سندرليج. في البداية سندرليج كان متفوق وبيسيطر على كل حركة، لكن أول ما النبيذ بدأ مفعوله فاي ابتدى يترنح ويتحرك بأسلوب غريب، وده بالظبط اللي علمهوله سوهاي. فاي سكر بسرعة وبقى بيتفادى كل ضربات سندرليج بخفة مذهلة، وساندر مش فاهم بيعمل كده ازاي. بعدها فاي هجم عليه بكل قوته وبدأ ينزل فيه ضرب وركلات متتالية، بس سندرليج كان خصم خطير وما استسلمش بسهولة وفضل يضرب في فاي بعنف. لكن فاي ركز واسترجع كل الحركات اللي اتعلمها من المعلم سوهاي، وكل مرة كان بيحس انه بدأ يفوق كان يشرب شوية نبيذ ويرجع أقوى، وبفضل أسلوب المعلم السكير قدر يقلب الطاولة على سندرليج تماماً ووجه له ضربات قوية جداً لحد ما كسر رقبته وانتصر عليه أخيراً. وبكده يكون فيلمنا وصل لنهايته، فما تنسوش لينا لايك واشتراك في القناة. سلام.